واحد يقول أنا قريت هناك آخر ليلة باكر نرجع للعراق، يقول قلت الحملة جمعتهم قلت لهم نريد عزاء يليق بروحتنا باكر رايحين وادع زينب، كون ما أريد واحد ما يبكي، ما أريد واحد ما يلطمن وادع زينب باكر. يقول عزاء أقمنا عزاء، الكل الصغير يبكي والمرة تبكي والرجل الكبير يبكي، الصحن ضج ذاك اليوم. يقول بالليل رجعت نايم بالسكن، يقول تعبان من العزاء ورايح، يقول وإذا بالباب تطرق بالمنام بالرؤية، يقول فتحت الباب وإذا بها امرأة محدودبة الظهر كلها سواد، كلها سواد. سيدتي تفضلي. قالت يا شيخ باكر وين رايحين؟ وين؟ قلت لها سيدتي باكر رايحين، باكر راجعين للعراق. قالت أنا أريد أسألك إذا رحت تمرون بالحسين؟ تمرون؟ يقول قلت لها بلي نروح، ارجع نروح للحسين وما نروح. قالت هاي ورقة أريد أكذبها بضريح الحسين. قل لها هاي أختكم الماتت بعيدة عنكم بغربة. شنو يا أخوي؟ يقول ايش سوت؟ يقول ودعتني وراحت. يقول فتحت الورقة وإذا بيها بيت ينعي، اخذوني وياكم يم الحسين. اخذوني وياكم يم الحسين، اجذب الولا وهلا دمعة العين، والله اجذب الولا وهلا دمعة العين، يا حسين بي لا تقطعوا كل من الغياب يلفون وانا غايب باللحد مدفون. أنا كان شنو بودي أنه أكمل حقيقة، لأن بعد عندي حكي كثير أخوان، لكن إن شاء الله إذا بقيت الحياة وما دام صار الجو عزاء. والله يا حسين خذوني وياكم يم الحسين، أجذب الولا وإلا دمعة العين، كل ما لها غياب يلفون وانا غايب باللحد مدفون. لكن انا اريد امرك وين؟ اريد اخذك الليلة 11 من المحرم. الله يا ذيك الليلة سوت بزينب سلام الله عليها. يقول الإمام زين العابدين رأيت عمتي زينب تصلي من جلوس. عمه ما الخبر؟ ما لي أراك تصلين من جلوس؟ قال له يا عم راح الحين، والله من راح أبوك حسين عني، وخويا من راح ابوك حسين عني وقبل كربلاء ميت عسن، وقبل كربلاء ميت. هذا الصوت ما يليق بهذا الجمع اخواني. لا تستحي من الونة،
هاي الونة باكر باكر إلها صدى عند الله عز وجل. واحد يقول بالرؤية كأنما أنا جابوني يوم القيامة، يقول وإذا بين وادي بين جبلين نار، يقولوا أشوف ناس تعبر من الجبل وناس تطيح بالوادي. قلت إيه فلان شلون راح أعبر؟ يقول أنا بالدنيا كان عندي اعتراض، قلت تجعدهم الشيعة يونون ويا القارع لي من هسه شنو هالهوسة هذه؟ يقول بقلبي ما حشيتها برا بقلبي. يقول من وصلت بالرؤية وشفت الجبلين، يقول لقيت اكو ناس موجودة. قال تعال احنا راح نعبرك بس مو على مودك، على مود الونة على حسين. لكن يقول الإمام أنا شفت عمتي زينب تأهبت، عمه فداك نفسي وين؟ قالت بني لا تلومني ولا تقف في طريقي، فوالله ما فارقت الحسين إلا هذه اللحظة. الإمام أمير المؤمنين يقول بزواج زينب 3 أيام ينظر إلى الحسين وعيناه تحولتا إلى قطعة من الدم. ليش بني حسين ما الذي أصابه؟ قال أبا والله ما فارقت زينب إلا هذه الأيام. بالمقابل زينب 3 أيام عبد الله بن جعفر زوجها ابن عمها يا ابنة العم ما لي أراكي تبكين، شنو السالفة؟ قالت يا ابن العم ما فارقت الحسين يا حسين يا حسين يا حسين. فما فارقت الحسين إلا هذه الأيام، لا طاقة لي على فراقه. الله يساعدك شلون فارقت الحسين ذيك الليلة يا زينب يا زينب يا زينب. يقول جاءت تتخطى الأشلاء ومعها لفيف من العيال والأطفال، عثرت بجثة وإذا بها جثة ولدها الأكبر محمد ما استوقفتها. جاءت تتغطى الأشلاء لكن ما تعرف جسد الحسين وين وين. تقول شلون عرفت الحسين زينب ذيك الليلة؟ شلون عرفت الحسين؟ انت ذا عندك عزيز وتدور عليه شلون تلقاه؟ يقول الأجساد بدون رؤوس، ما تعرف جسد الحسين وين، عرفت من حالة واحدة. كل الأجساد إلا جسد الحسين ملقى على وجهه. تقل لك ويا أخو ويا جيتك قلب المطاعي مطاعين يا والبيكم حصير والانصار وتمحوا والبونين انا حسين يا زينب انا والله طلعت الولي اين ودورت مذبوح بالحوم لقيته وقعدت يمه وعاتبت حسين خويا طولت النوم. وحق الحسين أنا أروح كل ليلة الجمعة شنت مرة بين جمعة وجمعة أروح أزور الحسين، لكن تدرون إيش وقت أزور؟ ب12 بالليل
اقرا مجلس عند ابو فاضل واطلع قبل للتل زينب بالوحده ونص ثنتين الا وين اصعد على الدرج وطي وجهي للحسين عدل. اتذكر هذا الموقف لزينب بن صاحب حسين يا ابن حرقت خيامنا، يا ابن سلبت رحالنا، يا ابن قتلت أطفالنا. إن كنت حي فكلمني، وإن كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله. وين شلون حسين خويا طولت النوم، شلون اجي لك والطرق ملزوم. حسين خويا طولت بنومتك، شلون اجيك نعوف عيلتك. خويا يا خويا قطعت قلبي يا خويا بونتك، شلون اجيك اللزم درب الحب. صاحت يا محلى الاخت لو عدها خوات، ويا يا محلى الاخت لو عدها خوات، تعيش مدلله وما يوم بهيبه ولا تبال بجور الازمان. انا تمنيتها ومعدلين اخوتي بهذا الحال ويسمعون صوتي. ويا موت من القهر يا روح موت. رحم الله الشاعر معين السباك، من يجي اكو إلى وصف بين المهر وزينب. الله زينب يا علي، زينب من قوضوا الياغة طلعت والمهر عاري يا حيدر تلقاه. صحيت وين اخوي حسين صاح المهر وياه. يا زينب طاح باليمه، يا زينب سابح بدمه، يا زينب اخذك يمه او ناخذ ماي ويانا، جبت العطش مارته. زينب للمهر قالت وهي على الهضم جمضة، يا مهر حسين اروح وياك واخاف حسين ما يرضى. انا من اطلع خيال يصير لعيون الزلم عرضه، واخوي حسين ما يقبل وخاف المهر يزعل. لكن اوقف على التل واقول ان وين اخوي حسين، بل كان يسمع المدى. قال المهور يا زينب جنك ما بقالك راي، ابن امك وقع ويقول يا هالواد مريدا ماي. جيب الماء يا زينب وانا اخذك وياي.
ويشرب والد سكينه ومن يشرب يفك عينه، او نحاكيه ويحاكينا وبمعصبك يا زينب جرح اليكلف نجنه. شنو جواب زينب ذاك اليوم للمهر؟ زينب للمهر قالت يا مكدر مردت كبدي اخوي حسين يطلب ماي وانا الماي ما عندي، اخذ له روح يا مكدر وانا هنا اظل وحدي يا مهر حسين ظلتناك، لا لا تسرع بممشاك، إن كان تريدني وياك تراني حيل ما بي المثل الله يساعده. مشيت ويا المهر زينب شقول شلون ممشاها تبكي والمهر يبكي والحلمة بجاه. دلع على اخوها حسين شقول شلون دلع حرمه ولفت واليها وعدها هموم تشكي تحاكي ما يحاكيها، لكن قسمت على حسين بامها وعودها وجدها اخويا بحلي ضم عليك بطل الونه ورفس رجل. الله يا زينب ذاك اليوم، الله يا زينب ذيك الليل. وبعد وين انطت وجهها زينب؟ صعد تعالي تعالي يا فاطمة يا ام تعالي، يا فاطمة يا ام تعالي وشوف كربلاء سوت بحال. أنا شوف أخوتي أمشت الأقبال تونا فقدت عز ودلال، تونا فقدت عز والدلال. تقل يا فاطمة يا ام فاطمة يا ام حسن يا ام تعالي لسري ولا يعوقك على تراب البقيع، خل نروح نشوف عبد الله الرضيع شلون قاطع رقبته كتال. لكن كانت الزهراء موجودة لنا. أنا يميك يا زينب مو بعيدة وشفت حسين من حزة وريدة. 3 أيام أنا ساكن البيت مرة انحر وادور خنصري ومرة انحاير وادور شفا ضيده. زينب يا زينب يا غريبة، زينب يا زينب يا غريبة، زينب يا زينب يا غريبة، زينب يا زينب زينب يا زينب زينب يا زينب يا غريبة، زينب يا زينب زينب يا زينب زينب يا زينب يا غريبة، زينب يا زينب يا غريبة، زينب يا زينب زينب يا زينب يا غريبة، زينب